بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمع التعليق على كتاب المنهاج لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله، وكان هذا في يوم الثلاثاء في ليلة الأربعاء 14 من شهر ربيع الأول لعام 46 بعد 400 والألف من الهجرة. نقرأ في الصفحة 27. الخوارج هم الذين خرجوا على الخليفتين الراشدين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقتلوا عثمان رضي الله عنه، ثم قاتلوا عليا رضي الله عنه وقتلوه، لأن مذهبهم تكفير المسلمين بما يظنونه كفرا، واستحلال دمائهم، والخروج على الحاكم المسلم عن طريق الخطب الحماسية والمظاهرات والثورات والاغتيالات والتفجيرات والاعتصامات ونحو ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان صفاتهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قوله يمرقون يخرجون، قوله الرمية الهدف الذي يصطاده الصياد. أهل الأوثان المشركون الذين يعبدون غير الله عز وجل، ويدخل فيهم اليهود والنصارى وإن كانوا أهل كتاب. نعم، الخوارج هي فرقة، بل هي أول فرقة فارقت منهج الصحابة. الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على منهج واحد، ما كانوا فرقا ولا أحزابا. ثم خرج فئة أو شرذمة، وكان أول خروجين في زمن عثمان رضي الله عنه، خرجوا على جماعة المسلمين، خرجوا على عثمان وعلى من كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان رأس الخوارج هو ذو الخويصرة التميمي، ظهر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. يعني رأس الخوارج الذي بسببه حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخوارج، وبين صفاتهم وسماتهم، وبين أنه يخرج من أصل هذا الرجل هؤلاء هو ذو الخويصرة حرقوس ابن زهير التميمي. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وكان يقسم الغنائم، فقال له: اعدل يا محمد إنك لم تعدل. وفي رواية قال: اتق الله يا رسول الله. الله أكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحق أن يتقي الله؟ أي أمان لله على السماء أو على أهل الأرض، ولا تأمنوني على خبر السماء. ولما قال له: اعدل إنك لم تعدل، قال: ويلك، ومن يعدل إذ لم أعدل؟ يعني من الذي، وفي رواية ومن يكن عنده العدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يكن عنده العدل؟ وكذلك هؤلاء الخوارج إلى وقتنا هذا هم يتهمون العلماء الذين هم حملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ظلمة، وأنهم عملاء للحكام، عملاء السلاطين، وأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، ويكفرون العلماء، علماء السنة. ما أتكلم عن أهل البدع وأهل الضلال. يعني أسامة بن لادن في عصرنا الحديث اللي هو يعد رأس من رؤوس الخوارج، يكفر ابن باز والألباني وابن عثيمين، كافة علماء السنة يكفرهم. لذلك لما حدثت أحداث الجزائر التي راح ضحياتها يعني مئات الآلاف من أهل الجزائر،
من الذي أنقذ الجزائر من هذا المستنقع الذي أوقع في حزب الإخوان، اللي هو عن طريق هذه الميليشيات اللي تسمى بجبهة الإنقاذ، اللي هي أصلها حزب الإخوان، اللي هم خوارج العصر هناك. من الذي أنقذ الجزائر؟ فتاوى ابن باز وابن عثيمين والألباني، لما كانت تلقى بالطائرات على الشباب في الجبال، شباب الجزائر، حتى رجع منهم الكثير الحمد لله. كما حدث أن ابن عباس رضي الله عنه لما ناظر الخوارج في زمن علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج كي يناظرهم، كي يردهم إلى الحق، فرد منهم الكثير. فكثير من الشباب خرجوا مع هؤلاء بحماسة وعاطفة كاذبة لا يعرفون، لكن لما يلقى إليهم الحق أو يأتيهم العلم كثير منهم يهتدي، إلا من كان متعصبا فهذا لا تنفعه نصيحة الناصحين. فالخوارج نعم أول ما خرجوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا في زمن عثمان، وكان رأس الخوارج الذي حركهم ابن سبأ اليهودي، الذي كان سببا في خروج الخوارج وفي ظهور الشيعة، يهودي. كما أن اليهود هم الذين يحركون خوارج العصر الآن. الذي يحرك خوارج العصر الآن اليهود، الذي يحرك حزب الإخوان اليهود، ويحرك كل هذه الطوائف التي تدعي أنها تريد تطبيق الإسلام وهم خوارج. الذي يحركهم اليهود، وهم الذين يعطونهم السلاح. طبعا أمريكا هي اليهود، اليهود هم أمريكا، لا فرق. نقول اليهود نعني أمريكا، نعني بريطانيا، هم رعاة اليهود، حماة اليهود. هم الذين يمدون الدواعش، تنظيم داعش، تنظيم أسامة بن لادن، القاعدة، هم الذين صنعوهم، كما صنعوا حزب الإخوان، صناعة المخابرات البريطانية والأمريكية. كما ذكر هذا واعترف هذا روبرت دريفوس الذي كان يعمل ضابطا في المخابرات البريطانية في كتابه رهينة بيد الخميني، بين كيف صنعت المخابرات البريطانية حزب الإخوان وصنعت حسن البنا. هو صنيعة المخابرات البريطانية، صنيعة الماسونية، لأنهم هم الذين يحمونهم الآن. أين فلول الإخوان الآن؟ في لندن. من الذي يحميهم؟ المخابرات البريطانية التي تحميهم. هؤلاء هم خوارج العصر، ومن هناك يكفرون المسلمين ويستبيحون دماء المسلمين، من هناك، من داخل عقر بلاد الكفر. فكذلك الخوارج هؤلاء لما خرجوا على عثمان، من الذي حركهم؟ ابن سبأ اليهودي، هو الذي جمع هؤلاء من مصر والشام والعراق، حتى خرجوا على عثمان وذهبوا وقتلوا عثمان رضي الله عنه بعد أن كفروا عثمان رضي الله عنه. هذا هو تاريخ الخوارج الأسود، استحلاله للدماء من أول أمرهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد على طائفة الإسلام، اشتد على هؤلاء. يكفي أن يقول لو أدركتم لأقتلنهم. يعني لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم زماننا هذا، أدرك تنظيم داعش أو القاعدة أو حزب الإخوان، لقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عاد. لأنهم شر من أعظم الشر على بلاد الإسلام. نعم، كما في الحديث الذي يلي ذلك. اقرأ. وقال صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. أخرجه أبو داود والمروزي في السنة وسنده قوي. نعم، يعني من قاتل الخوارج أولى بالله منهم. جنود الجيش المصري لما كانوا يقاتلون الخوارج في سينهم أولى بالله من هؤلاء الخوارج. جنود الجيش السعودي، جيش الدولة السعودية، جنود التوحيد الذين كانوا يقاتلون سواء الخوارج أو الحوثيين، هؤلاء ولا معهم الخوارج كذلك، هم أولى بالله من هؤلاء.
هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى بالله منهم، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، يعني أقرب إلى الله، أقرب إلى رحمة الله. نعم. عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي عن الخوارج: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. ثم بكى، ثم قال: شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا. الله أكبر، الله أكبر. شر قتلى، والله لما كنا قدرا نرى صور بعض هؤلاء الخوارج لما قتلوا، والله نرى صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شر قتلى تحت ملقون في صحراء سيناء، كما قال: كلاب أهل النار. كلاب أهل النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شر قتلى تحت أديم السماء. لما خرج الخوارج في زمن التابعين، في زمن الحسن البصري ومن كان معه من علماء التابعين، فجاءوا إلى الحسن يستفتونه، يريدون الخروج على الحجاج، فقال لهم: أرى أن تصبروا. يعني لو كان الحجاج كما قال الحسن عقوبة من الله، فلن ترفعوا عقوبة الله بأسيافكم. يعني ليس هذا الذي سوف يزيل ظلم الظالم. لو كان الحجاج عقوبة من الله لن ترفع عقوبة الله بأسيافكم. هذا فقه الحسن البصري، كان إمام السنة في البصرة رحمه الله. فقال: أنطيع هذا العلج. انظروا إلى سوء أدب الخوارج، يقولون عن الحسن الذي كان إماما في السنة: أنطيع هذا العلج. فخرجوا فقتلوا. فواحد منهم هو في الرمق الأخير، جاء صاحب له يكنى بأبا المعدل، قال: يا أبا المعدل، لا دنيا ولا آخرة. وهو في الرمق الأخير، هذا الخارجي، لا دنيا ولا آخرة. سبحان الله. وهذا حال خوارج العصر. يذهب المسكين يفجر نفسه، ضيع نفسه في الدنيا والآخرة. فمذهب الخوارج من أخبث المذاهب، لأنه يترتب عليه سفك دماء المسلمين في غير حلها، ويترتب عليه تخريب البلاد. لذلك لما خرج الخوارج في زمن عثمان حدث شيء من التفكك، وتوقفت الفتوحات، توقفت فتوحات الصحابة للأمصار. وفي زمن علي قلت الفتوحات لأنه كان منشغلا بقتال الخوارج. فالخوارج شر، وكذلك الآن هم السبب في إضعاف قوة المسلمين وفي تسليط الكفار علينا. هم الخوارج هم أصل الشر. والله لم يتسلط هؤلاء الكفار من اليهود ومن عاونهم من بريطانيا وأمريكا إلا بالخوارج. ما تسلطت علينا أمريكا وبريطانيا واليهود المجرمون إلا بالخوارج. هم سبب التسليط والتمكين لهم في بلاد الإسلام. ولو ذلك ما استطاعوا أن يغزوا بلاد الإسلام. فلذلك الخوارج كما أخبر صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليقة، وهم كلاب أهل النار، وهم شر قتلى تحت أديم السماء. نسأل الله أن يعجل بزوال شرهم ومكرهم عن بلاد الإسلام، وأن يعجل بنصر على اليهود ومن عاونهم من خوارج العصر من حزب الإخوان وغيرهم الذين فككوا بلاد الإسلام بسبب أنهم لم يسلكوا السبيل الصحيح في الإصلاح، بل سلكوا سبيل الخوارج وصاروا العوبة في أيدي اليهود وأمريكا يلعبون بهم لتفكيك وتدمير بلاد الإسلام. نسأل الله أن يعجل بزوال شرهم ومكرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يعجل بنصر عزيز على اليهود ومن عاونهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.